اقترب أحد نجوم الأهلي من إسدال الستار على مشواره مع الفريق بعدما أبلغ اللاعب جهاز الكرة بشكل رسمي برغبته في خوض تجربة احترافية أوروبية خلال الفترة المقبلة، في خطوة وصفها المقربون منه بأنها حلم شخصي يسعى لتحقيقه في هذا التوقيت تحديداً. وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن اللاعب المغربي دخل بالفعل في مرحلة متقدمة من التنسيق مع وكيل أعماله بشأن عرض أوروبي يتم ترتيبه حالياً. يأتي ذلك مع وجود اتصالات جادة لبحث تفاصيل الانتقال وآلية إتمام الصفقة، سواء عبر بيع نهائي أو صيغة أخرى يتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع القادمة. اللاعب أكد لجهاز الكرة أن هدفه الأساسي من الخطوة هو ضمان التواجد مع منتخب المغرب في كأس العالم المقبلة، ويرى أشرف داري أن اللعب في أحد الدوريات الأوروبية سيعزز من فرصه في حجز مكان أساسي داخل قائمة أسود الأطلس، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المنتخب المغربي على المراكز المختلفة. في المقابل، لم تبدي إدارة الأهلي رفضاً قاطعاً للفكرة، لكنها بدأت التحرك بشكل رسمي لحماية حقوق النادي المالية، حيث تتجه الإدارة للضغط على اللاعب من أجل تسوية المستحقات المالية المرتبطة بالفترة المقبلة، وضمان خروج احترافي منظم يحفظ حقوق جميع الأطراف دون أزمات.